3 لتر من المي بين الفطور والسحور، مو دفعة واحدة طبعا، موزعين على كل الفترة من المغرب للفجر، لأنه معظم الناس بيشربوا مي بوقت الإفطار بس، وبعدين بينسوا أو بيشربوا عصاير ومشروبات سكرية بفكروها بتعوض عن المي، وهذا غلط كبير. المي لحاله عنده تأثير علمي مثبت على حرق الدهون. في دراسة ألمانية لقت إنه شرب نص لتر مي بيرفع معدل الحرق بالجسم بنسبة 24% لمدة ساعة كاملة. يعني بعد ما تشرب كاسة مي جسمك بيشتغل أسرع وبيحرق سعرات أكتر لمدة ساعة. تخيل لو شربت 8 ساعات مي بالليل، هذا معناته إنه جسمك بحالة حرق مرتفعة طول الوقت. وكمان المي ما بننسى انه بيساعد الكلى تتخلص من مخلفات حرق الدهون، وبيمنع الجفاف يلي بيخلي الجسم يبطئ عمليات الأيض، وبيخليك تفرق بين الجوع الحقيقي والعطش، او مثل ما بنسمي كمان نحن الجوع الوهمي. لانه كتير مرات بتحس بجوع وبدك تاكل، بس بالحقيقة جسمك بيكون عطشان مو جوعان. فلما بتشرب مي منتظم بتتجنب الاكل الزايد الغير ضروري.